يا مرحبا بكم مرة أخرى في سالفة إن شاء الله أنها تعجبكم، وهي من السوالف فعل الطيب ورد الطيب. هذه السالفة جرت تقريبا حسب ما جاني من 10 أو 12 سنة إلى 13 سنة. شخص حاله بسيط وموتره قديم. يقول الشخص هذا يقول بقى من آخر الشهر 3 أيام 4 أيام، يقول ولا في جيبي إلا 35 ريال. يقول هي اللي عادها معي. يقول هو حاول إني أقزر 35 ريال ذي في البترول السيارة علشان ذا الأيام الباقية إلين يجي الراتب، لأن الموتر هو اللي يوديه للدوام وهو اللي يرد. يقول رحت للمحطة أبغى أعبي الموتر بال35 ريال. يقول ولا هنا قدامي موترين. يقول الموتر الأول عبى وراح، والموتر اللي واقف في النص يقول راعيه واقف، يقول يديه على مخابيه يدور ويدور في الموتر ويحاكي العام. أثر الرجال بوكه مو معه ولا معه فلوس. يقول حولت، يقول أبغيه قد يروح، أبغى أشوف مشكلته علشان أعب. يقول يوم جيت قال أنا عبيته ب25 ريال، و25 ريال ويش تسوي في ذاك الوقت؟ كانت تعبي الموتر فل. يقول والبوك مو معي. قال لا أمر سهل. يقول وياخذ من 35 اللي في جيبه يدفع له 25. قال لا، قال بلا والله تدفع راس المال 25 ريال. قال والله أنت تعطيني رقمك واسمك. قال يا رجال عشان 25 ريال. قال والله أنت تعطيني إياه ولا ما تحرك من مكاني. عطاه الرجال اسمه، قال أنا فلان بن فلان وهذا رقم تليفون. الرجال قام يتشكره الرجال واخذ رقمه واسمه. يقول ويروح. يقول وانا عبيت بالعشرة ريال. يقول وقررت اني ما اروح ديره، اني من الدوام للبيت علشان يكفيني البترول الين ينزل الراتب. يقول مرت 7 سنوات. يقول وسجيت من السالفه. يقول عقب 7 سنوات يقول جاني تليفون. يقول وانا من عادتي ما رد على التليفون اللي ما اعرفه. يقول واخليه. يقول واتصل مره ثانيه. يقول واخليه. يقول ويتصل. يقول الرجال مصر. يقول الشخص اللي قاعد يتصل مصر. يقول وش له؟ الو السلام عليكم. السلام، انت فلان بن فلان؟ قال نعم انا فلان بن فلان. قال انا فلان بن فلان اللي جيتك عند المحطه قبل 7 سنوات وعبيها لي ب25 ريال. قال الله المستعان، عشاي البارحه ما ادري به، تبغيني ادري قبل 7 سنوات وعشان 25 ريال؟ لا امر سهل طال عمرك. قال ابغيك تجيني. قال ابغيك تجيني في محلي. قال يا رجال الامور سهلات والموضوع طفشه. يقول تذكرت السالفه وتذكرت. قال المهم لازم تجيني للحين تقهوى عندي. قال طيب. ركب موتره وحرك. طبعا اللوكيشن قدح عنده. ركب موتره وراح صوب الرجال وعلى اللوكيشن. يقول وصلت المنطقة اللي هو فيها ولا هنا قصر نعود. يقول واللوكيشن يعطيني الموقع على يمينك. والرجال أنا خابره موتر قديم. يقول ما شكيت. يقول واقعد أدور للرجال. قال أنت وينك؟ قال يا ولد أنا أدور لي على قصر هناك. قال بطلع لك. يقول يطلع لي من القصر ويقلطني في مجلس الحوض. يقول يقهويني ويدخلني ونقعد نسولف ونتحدث. قال له عطني بطاقتك. قال شنو تبغي بطاقتي؟ قال يا رجال عطني بطاقتك، انت تثق فيه؟ قال والله اثق فيك. قال عطني بطاقتك. لا ما كلها. يقول خذ البطاقه. ويقول راح شوي. يقول عود علي ورد علي بطاقتي. يقول ولا معه ظرف. قال هذا الظرف لك. قال وشو؟ قال هذا لك، الله يقسمه لك، انت راعي الاولى وانت سويت في معروف. قال لا يا اخوي معروف 25 ريال، هذه ابغى لوجه الله، ما ابغي منك الا دعاء. قال والله هذه انها حلت لك، والله يا موترك ما عاد تستعمله الا ذا اليومين الين يخلص موترك الجديد. يقول في بطل الظرف ويعين فيه 250,000 ريال. وقال له بعد يومين بيجيك موترك جديد من الوكالة. وحلف عليه وغلظ عليه يمين، أنت راعي الأولى وأنت سويت في معروف. قال يا ولد معروف 25 ريال. قال 25 ريال في وقتها وفي حينها وفي إحراجها تسوى المساوي، وأنا الحمد لله ربي بيسر علي وبخير وبنعمة وأنت تستاهل.
المهم قبلها الرجال اللي يقولوا قد الطمع في راسه مو في الفلوس، لأن الرجال اللي مثل ذا ينشر بالفلوس ورفقته تنشر، اللي ما نسى المعروف وقدر. وهذا يقال له حسب ما جاني انه قال له مشاري قحطاني، وقحطانة معروفة بالفعل الطيب والخير من غير قصور في جميع القبائل، كل في حقه من الخير. هذه سالفة اليوم، وأتمنى أن عجبتكم. أن عجبتكم أنتم اللي تجملونها، وما عجبتكم فمحوضين، وأبشروا الهب بديلة. ما تشوفون شر، وفي أمان الله، في لقاء آخر وفي سالفة أخرى. ودائما أحب ذكر أهل الطيب وأهل الجود، لأن ذكرهم ينومس، والمفروض أنه يذكر في جميع المنابر والمنصات الاجتماعية، مثل ما قال الشاعر: أحب الكريم اللي على الطيبين يجود، وأحب المطر لو كان سيله مجنبني، وأعرف الردي لو زاد ماله رداه يزود. فلا يعجبه طبعي ولا هو معجبني، نجح الفتى سمن على أهل الكبود السود، يموت الحسود بجرعة الهم والغبن، يتجزعت من راعي الرداء راعي المنقود، عدو شريف ولا خسيس يصاحبني.